اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم صل عليه في الليل إذا يغشى، وصل عليه في النهار إذا تجلى. اللهم وصل وسلم وبارك عليه في الآخرة والأولى. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تامة تملأ بها بيوتنا بالبركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وادفع عنا كل بلاء واسترنا، واحسن الينا، ولا تؤاخذنا بقبيح افعالنا، ولا تؤاخذنا بسوء اعمالنا، وتداركنا يا ربنا آجلا وعاجلا بلطفك التام وعظيم رحمتك يا ربنا يا حنان يا منان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوفيني، معاكي اختكم مكارمة صاحبة قناة ماما كوكي. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. صاحية من النوم كده بقى على الساعة 11، وبصوا مكسلة، وكنت مكسلة اعمل اي حاجة، درجة ان الظهر ادن عليا وانا لسه الدنيا زي مبهدلة كده والدنيا بايظة يعني. فانا مش عارفة بقى، عايزة انجز وعايزة اخلص. وطبعا عايزه اغير الكفر بتاع الانتريه دوت. وده الانتريه بتاع والدتي. فلسه ان شاء الله يعني واحده واحده بنجدد، واحده واحده بنغير. فان شاء الله باذن الله لو ربنا قوانا ممكن نغيره ونعمل ركنه قبل رمضان. ادعوا لنا كده بالتساهيل يا رب. حطيت بقى الكفر اللي هو الكشمير دوت عشان خاطر التاني كانت بهدل خالص. وطبعا عيال اختي كانوا هنا وكده، فكانت الدنيا مبهدله. فقلنا بقى نعمل تنظيفه عميقه. هي جت متاخره شويه بس الحمد لله يعني. كده ولا كده هنبدأ تنظيفات رمضان، بس واحدة واحدة، عشان يعني أنا تعبانة الفترة دي خالص والله. الحمد لله على كل حال، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. فبحاول أعمل اللي أقدر عليه، مش عايزة أجي على نفسي، مش عايزة أضغط نفسي. واحدة واحدة إن شاء الله كل حاجة هتتعمل. المهم ركبت بقى الكنبة كده، وكنست أنا وراها. تمام وكده ولا كده يعني ايه، كنست كنسة خفيفة كده، لان كده ولا كده ان شاء الله بإذن الله كلها يومين ثلاثة وهشيل كل دوت واكون استحت منه بقى وصية عشان تنظيفات رمضان. هنا بقى اضطر ان انا جالي ناس، فاضطريت ان انا اطفي الكاميرا واروق انا مع نفسي، ووريتكم بقى الفينش الاخير يعني بعد ما خلصت اهوت الحمد لله. بعد كده هعمل اكل ايه والله كنت محتاره، فقررت بقى ان انا اعمل الاكله ديت خفيفه كده وسريعه وما بتاخدش وقت. تمام، وبالذات ان هما كانوا عندي صايمين كمان، فما ينفعش ان انا ما اعملش اكل. حطيت بقى 3 بصلات كبار كده مع 4 فصوص توم، مع حوالي يعني نص، يعني قولي نص كيلو طماطم. تمام، وقرنين فلفل كده. عايزه تحطي سبايسي حطي، انا ما حطيتش سبايسي لان عندي والدتي وكارما ما بياكلوش الحامي، فانا مش هحط حاجه هما ما بياكلوهاش. نعم يا كوكو. تمام، وانا طبعا استخدمت طماطم كتير ليه، عشان انا هي دي الطماطم بتاعت الاكله كلها، فمش هحط ايه طماطم تاني بقى خلاص يعني. المهم بعد ما قطعتها كده، وزي ما قلت لكم هم صايمين، فكان لازم ان انا ايه اعمل اكل يعني. ما كانش ينفع ان انا اقضي اليوم كده يعني. في اوقات لما بكون مثلا عامله تنظيفه عميقه ولا حاجه، بقضي اليوم كده بيض وجبن وحاجات من دي، بس طبعا عشان هم صايمين ما ينفعش. هيبقى الخلطه بعد ما ضربتها ضربه كده محترمه في الكبه. يلا نحط البهارات بتاعتنا، وهحط ملح وفلفل اسمر وفصين حبهان وكمون وكزبره. تمام، دي البهارات اللي انا استخدمتها في الوصفه بتاعتي. كنت بقى غاسله فرخه، كنت جايبه فرخه كبيره كده حوالي يعني 3 كيلو الا ربع، ومقطعاها وغسلها غسله نظيفه، وحطيتها بقى في البلاستيكه ديت. وبعد ما بهر الخلطه اللي انا ضربتها في الكبه واقلبها كده على بعضها، هنزل بنصها على الفراخ. هتشوفوا معايا دلوقتي اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اهو هنزل بقى بنص الخلطه كده على الفراخ، عشان ايه اديها التتبيله المظبوط. عايزه تعملي التتبيله دي من بدري وتنقعي فيها الفراخ براحتك، بس زي ما قلت لكم انا اليوم كان عندي مضغوط، فانا بصراحه ما نقعتهاش، انا عملتها على طول. وانا بعتمد التتبيله دي في اغلبيه الحاجه يعني، لان بتبقى حلوه بصراحه، وبتخلي الفراخ كده طعمها حلو وطري، بتبقى جميله. تمام، قطعت البطاطس شرايح كده زي ما انتم شايفين، وهديها بقى تقليبه كده بالخلطه. وطبعا حاولت بالمعلقه بس ما عرفتش يا جماعه، خلينا البلدي يوكل. اتعاملت بايدي بصراحه، مش هكدب عليكم، كده ولا كده لا لفظ ولا حاجه، لان كده كده اللي هياكل الاكل دوت مني اهلي، بنتي، امي، اخويا. فبالتالي مش هعمل انا كلفظ بقى وكده، هم اكيد يعني اللي فاهم المعنى الكلام دوت، مفيش حد بيقرف من اللي منه. تمام، هو ده كده يعني، دي طبيعه سبحان الله.
حطيت بقى كده تبلت الفراخ كده كويس وحطيتها رصيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين وهولع عليها على طول اهو. الحمد لله كده كنت خلصت يعني الاكل بتاعي. بصوا عايزه اقول لكم ان انا خلصت على التكه، الاكل بتاعي خلص يعني والمغرب بيدن. فالحمد لله يعني ما لحقتش بقى اصور معاكم الفينش الاخير قوي يعني، بس اللي هو ايه برضو لما طلعت بصوا بقى صينيه البطاطس، بصوا فيها حاجه كده جوسي كده وجميله قوي. وكنت عامله كان عندي رز بصراحه بايت مدسوس فغرفته وحطيت بقى مخلل وسلطه، بس كل دوت ما لحقتش اصوره معاكم لان كان المغرب جدا وكنت حاطه السفره، فكان لازم ان انا احط الاكل، ما كانش ينفع اتاخر اكتر من كده كانوا هيعملوا معايا مشكله. كنت عامله لهم عصير جوافه باللبن وبالهنا والشفا. وبعد بقى ما اكلنا قلت الم المواعين بتاعتي كده على طول برضو عشان ما يبقاش عندي مواعين وتبقى كل حاجه تمام. دعكتها وقلت اصور معاكم كده اهي وانا بفنش الفينش الاخير. ودوت كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب اكون خفيفه على قلبكم. طبعا بقى صيام يعني لازم يبقى في حاجه حلوه، فهم بصراحه يعني ربنا يكون في عونهم. انا مش بصوم زي ما قلت لكم لان انا تعبانه الفتره دي جامد، الحمد لله برضو الف حمد والف شكر ليك يا رب. يا رب يشفيني ويشفي كل مريض. فبالتالي مش بصوم، هم اللي بيصوموا، فبدل هم اللي بيصوموا لازم ان انا اعمل لهم الحاجه بحب وطبعا بدل بتعملي الحاجه اللي حد بتحبيه فبتعمليها بحب. فربنا يا رب يديم علينا نعمه المحبه والحنيه وكل حاجه حلوه كده. كنت خلصت المواعين اهوت وفنشت المطبخ برضه عشان ميبقاش ورايا حاجه، لان اللي عارف المطبخ بتاعي مفتوح على الصاله وفي وش باب الشقه، فما ينفعش ان هو يفضل مكركب، لازم يبقى نظيف على طول. حتى لو ايه بالذي لازم ان هو يبقى نظيف وكويس وكده. ودعكت الحوض. وبعد كده بقى كان عندي بصراحة هريسة ماما جايباها جاهزة، فاللي هو انا مش هعمل بقى هريسة، وكريم قال انا هشرب عصير وكارما قالت انا هشرب عصير، فقطعت كده قطعتين هريسة وعملت كوباية شاي ليا والماما. وكده كانت العشاء بتدن. فالحمد لله اليوم بتاعي كان حلو وبسيط ولطيف وكان يوم جميل. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، واقول لكم استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه.